السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا اخواتي، يا رب دايما تكونوا بخير. اتمنى منك الاول ما تنساش الاشتراك، ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، وان شاء الله في تقدم مستقبلي من افضل لافضل. ما يغركش عدد المشتركين، لسه منشئ محتوى جديد على اليوتيوب. الاول كده انا عايز اقول حاجه، الاهلي، ولما اقول الاهلي يا جماعه تعرف على طول ان بعدها الاهلي يفوز، وكمان بيفوز على مين النهارده يا جماعه؟ يفوز على الزمالك في كره اليد في كاس مصر، ويتأهل إلى نهائي كاس مصر على حساب الزمالك. كان من 3-4 أيام الأهلي كان بيحتفل بفوزه برضه على الزمالك وحصوله على دوري كرة اليد، لكن النهارده بنقول لكم الأهلي بيتأهل لنهائي كاس مصر برضه على حساب الزمالك. اخواتي الزملكاويه ملوك الصالات، انتوا فين يا جماعه؟ ولا اقول لكم انتوا طبعا مشغولين في حاجات كتير قوي، زي الجماعه الاعلاميين بتاعتكم اللي مشغولين على قناه الزمالك وطالعين يتكلموا بس على الاهلي ولا غير الاهلي بيتكلموا عليه. المحتوى بتاعهم على قناه الزمالك يا جماعه، وصدق اللي قال لهم والله العظيم قناه البليله محتوى الاهلي. انا ما بشوفش حد في قناه الزمالك سواء خالد غندور او ضيوف خالد غندور بيتكلم على حد غير الاهلي، خاصه بعد اخر مباراه للاهلي مع بيراميدز وحصوله على كاس مصر. طلع الكلام كتير قوي على قناه نادي الزمالك، وطلع حاجات كتير قوي واحنا مستغربين كجمهور، سواء جمهور الاهلي سواء جمهور الزمالك، من الحاجات اللي بتتقال على قناه الزمالك. والله طالعين يقولوا لك ان المباراه كان فيها ضربه جزاء، وطالعين يقول لك ان المباراه كان فيها جول اصلا لبيراميدز وما اتحسبش. ايه هو الجول ده يا كباتن؟ يا كباتن والله العظيم انا نفسي افهم انتوا بتفكروا ازاي او بتشوفوا من اي منطق. طب جايبين صوره يا جماعه والكوره بتنزل من صدر حسين الشحات اللي صدها كانت داخل المرمى، وهي بتنزل ويقول لك دي الكوره جت في ايده. طب ما تجيب اللقطه او تجيب فيديو يا عم وخلينا نشوف معاك برضه، مش تاخد الحته بس اللي انت عايزها وبعد كده تقعد تعمل فيلم عليها. لا، الموضوع كله فبركه فبركه، وصفحات نادي الزمالك والله العظيم ما شبعانه فبركه. كل واحد يطلع لي باي افيه ويجيب كوره من اي زاويه ومن اي جهه ويعملها بالطريقه اللي هو عايزها ويطلع يتكلم عليها ويقول كلام كتير قوي. اللي يقول لك بيراميدز والله العظيم لولا الحكام كان زمان بيراميدز دلوقتي بقى احسن فريق في مصر، واللي يقول لك بيراميدز كان ليه اصلا هدف ما اتحسبش بتاع حسين الشحات اللي طلعها من المرمى، واللي يقول لك دي جت في ايد حسين الشحات وكانت ضربه جزاء، واللي يقول لك الحكم احتوى اصلا الاهلي في المباراه، وحاجات كتيره قوي بتتقال على قناه نادي الزمالك. لكن خد التقيله اللي انا عايز اقولها لك بالنسبه لقناه نادي الزمالك. في ضيف جديد في قناه نادي الزمالك ظهر يا جماعه اسمه علي بكر، على ما اعتقد علي بكر. طالع يقول لك انا مستغرب ان مدرب الزمالك الجديد اللي اسمه كارلوس ده وافق انه يدرب نادي الزمالك، او يوافق انه اصلا يجي يدرب اي فريق في الشرق الاوسط عامه. ده مدرب كبير قوي عالمي. انت فاهم ان انت بتقلل من نادي الزمالك اصلا يا حبيبي افهم انت ازاي تقول على الزمالك كده، تقول على المدرب. انا مش فاهم ازاي انه وافق يجي يدرب الزمالك. للدرجه دي انت شايف الزمالك صغير؟ للدرجه دي انت شايف الزمالك ما ينفعش ان مدرب مثلا ليه صيته او عالمي او اي حاجه زي اللي انت بتقولها دي تيجي يدرب الزمالك؟ للدرجه دي يا جماعه شايفين نفسكم قليلين؟ طب جمهور الخصم اللي احنا كاهلاويه هنقول عليكم ايه؟ هنقول عليكم ان انتوا اقل من القليل بقى. فانت شايف نفسك قليل. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان سياده المستشار. انت طالع تطبل لسياده المستشار وتقول انه جاب مدرب عالمي يدرب نادي الزمالك. صدقني اقسم بالله لو جوارديولا نفسه جه عشان يدرب نادي الزمالك اللعيبه دي عمرها ما تتحسن والزمالك عمره ما يعمل حاجه. عارف ليه؟ الفكره كلها مش في المدرب، الفكره كلها في اللعيبه اللي بيدربها المدرب. مهما عملت مع اللعيبه ديت مش هتوصل لاي حاجه، لان دي اخرها. لكن قناه الزمالك برضو طالعه تقول لنا يا جماعه ان بعد اخر مباريات لعبها الزمالك في الدوري، وخاصه النهارده مع حرس الحدود واللي كسب 3-0، قال لك خلاص الزمالك قادم والزمالك هيرجع، وماتش السوبر ان شاء الله يوم 5 قدام الاهلي، والاهلي خايف منكم وعمال ركبه بتخبط، واعلاميين قناه الزمالك كلهم بحلم بيك انا بحلم بيك ويوم السوبر مستنيك. احب اقول لكم والله يا اعلاميين الزمالك ان انتوا والله العظيم اللي خايفين وباين عليكم الخوف قوي والرعب اللي جواكم. لو انتوا مش خايفين مش هتشغلوا نفسكم بالاهلي للدرجه دي. مش هينفع كل يوم واحد يا جماعه يطلع يقول على الاهلي اي موضوع. الموضوع كله او المحتوى كله بتاع قناه نادي الزمالك يا جماعه بيكون متعلق بالنادي الاهلي فقط. مفيش حاجه اسمها قناه نادي الزمالك على النادي، مفيش حاجه اسمها الزمالك على قناه نادي الزمالك. كل المحتوى الاهلي فقط. انا بفكر ان احنا نسميها يا جماعه قناه الاهلي 2 بدل قناه الاهلي بتاعتنا، عشان قناه الزمالك ما بتتكلمش غير على الاهلي واحتواء الاهلي والحكام احتوائهم للاهلي، ومش عارف ايه اللي حصل في مباراه الاهلي، ومش عارف ايه اللي حصل مع الاهلي. كل ده بس على قناه الزمالك هتشوف كل حاجه انت عايزها. في الاخير يا صديقي ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش الاشتراك. اشوفك على خير وفيديو جديد. سلام عليكم.